بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز كرياز 4 شعلة، نظام الكوباية أو الغرفة. هيتعمل له تعديل لأن كان في صنايعي شغال فيه، طبعا مطير المسامير بالصاروخ. ده كريازي، دي علامة كريازي دي. ده نظام الغرفة 60 في 60. طبعا هو منتهي، عايز عمرة شاملة مع التعديل. ادي الشواية واقعة اهي، وادي الأرضية دي هتتغير من التكلة. كرياز القديم نوعه كويس حلو، بس إن الموديل التاني. لكن التعديل اللي هتشوفوه دلوقتي اللي انا هعمله هيبقى احسن من البوتاجاز الجديد اصلا، لان انا هغير الشبكة بتاعة الغاز كلها الى عمدان ألمونيا. ادي الباب كمان متاكل، الباب ده كله هيتغير بالكامل. الباب ده بالكامل كده هيتغير، بالسوست بالباب بكل حاجة فيه اهو. ده ادي كل عين ليها 3 مسامير. البوتاجاز الوحيد اللي كل كوبايه ليها 3 مسامير. اي بوتاجاز بتلاقي ليه مسمارين، ده لا، الكريازي ليه 3 مسامير، واتنين من ورا يمين واتنين من ورا شمال، كده 12 14 مسمار في الوش. ادي نظام الكوبايات الغرف من جوه اهي. ادي المسمار دوت، وده واللي ورا، ونحل الصواميل ديت. كده احنا طلعنا الشبكه كلها. ادي الصامولة اهي، وادي التانية والتالتة والرابعة. كده احنا حلينا، احنا بنحاول نفضي كله كده ايه عشان نبنوه واحدة واحدة. طبعا الاول هياخد له بس غسلة كده اهو. ده كده بعد الغسيل اهو. هو بسم الله ما شاء الله لما بيتغسل بيبان عليه. كريازي بالذات لما يتغسل بيبان عليه اهو. البوتاجاز ده يعني العلبة بتاعته اللي جوه زي الموديل التاني بالظبط، فهو كويس. حتى نظام الغرف بتبقى كويسة بس ايه، بتقعد فترة وبعد كده بتتسد بقى وصعب تسلكها. ادي انا هحل واحدة اهي، يبقى الأربعة التلاتة التانيين نفس القصة. هو مسمار واحد اللي ماسك الكوباية، وفي 3 خرام كده. القاعدة الألمونيا دي فيها زي زونب كده صغيرة، زي دليل ليها بيبات فيها، وهو مسمار واحد اللي ماسكها. احنا ادي العمود الألمونيا اللي هيركب، فاحنا بنوسع هنا في الشاسيه بتاعه. أهم حاجة بقى ظبط الشغل ده بقى، دي أهم حاجة. ادينا انا خرمت اهوت. انا هخرم بس لسه هعلم. طبعا ديت احنا هنقطعهاش، نرفعوها فوق، لان دي ليها زي تكسيحة تحت. لا احنا مش عايزينها النزول تحت، احنا بنقطع الشفة الصغيرة دي وبنفردها وبنخليها على الوش، وبعد كده بنخرمها وبننزل ايه العمود الألمونيا ايه على كل عين. ادي ان انا قطعتها وخرمت تاني مكانها اهو. ده كده الشاسيه على الاصل بتاعه كده، قريبة من الوش عشان العمود يبقى ايه قريب من الفلانشة الألمونيا. هنا اهم حاجة بقى العلم بتاعها. بتركب الوش تاني كده اهوت، وبتجيب نقطة في النص. النقطة اللي في النص ديت تجيب عليها محور الدوران بتاع العمود الألموني. ده زي مركز الايه، مركز العين نفسه اللي في النص. انا كده علمت الخرام ال4 خرام بالظبط. بشيل الوش بقى. ادي النقطة هي باينة اهي، باينها اكتر. هخرمهم بقى اهو، ووسعتهم اهي. ده كده على ظبطة الوش. ده كده العمود ايه بينزل فيها. ادي اهو 1 2 3 ادي 4. وادي الفلنشات الألمونيا اللي هتركب عليها.
كل ده انا بجهز في شغلي، كل ده انا بجهز بس ايه، بوريكم التفاصيل اللي هتتعمل فيه. ادي العمود اهو. هنقيس كده برضو الفلانشة من فوق اهو كده تمام. كده العمود وصل للفلانشة فوق. اول حاجة بنعملها بنركب الخرطوم عشان اشيك على التسريبات لو في تسريب ولا في اي حاجة. دي الفرن اهوت نازل لتحت، ودي الشواية. دي اول حاجة بنعملها، بنبدأ بالفرن والشواية ونشيك عليهم. كده انا فاتح الفرن اهو. دي اهم حاجة في تسريب، بيبقى في تسريب في الماسورة ديت سواء من هنا او من تحت. ادي الشواية برضو نفس القصة. طيب كده تحت الوش كده مفيش حاجة، فاضل النزلة بتاعتهم من ايه اللي ورا. فاحنا هنحل الكفر دوت. الكفر دوت مربوط باربع مسامير، واحد اهو، وادي التاني تحت، وادي تلاتة، وادي اربعة. اربع مسامير. تشيل الكفر كده اهو. ادي المواسير اهي المتغطية. كرياز الوحيد اللي بيحط صوف من ورا كده اهوت، فاحيانا الصوف ده بيتفاعل مع الماسورة والماسورة دي ممكن تتخرب، سواء الفرن او الشاي، بس غالبا بتبقى الفرن. فانا بعمل ايه؟ اول حاجة لما بفتح الكفر ده بشيل شوية الصوف اللي طبعا اللي عليهم حاجات وحشة كده، وببعد الماسورة دي شوية لبره كده اهو، اخف شوية الصوف من اللي تحتيها وبعدها لبره. اجرب بقى كده. انا فاتح الغاز كده، بفتح العين وبشوف لو في اي حاجة. مفيش حاجة الحمد لله، تمام كده. دي كده بالنسبة لماسورة الفرن. نجرب برضو تاني. اهو نجرب تاني برضو كده. لازم اجرب واشيك مرة واتنين وتلاتة. الحمد لله سليمة، مفيش حاجة. ده كده تمام. دول اهم حاجة عندي الاتنين دولت، لانه متغطيين من فوق ومن ورا الكفر اللي عليهم. ادي الشواية اهي. كده الفرن والشواية عندي تمام. اركب برضو الاربع مسامير كده الكفر ايه. ده كده تمام. الاربع مسامير بتوع الكفر. طبعا اديته واحدة نظافة برضو كده ايه، ان هو الصوف بتاعه سليم مفيهوش حاجة، فجايب ورق المونيا المحمل دوت وبغطي بيعمل له زي ورقة نظافة. ادي الفونيا بتاعت الشواية اهي فوق. جيب بيب 10 او ماسورة 10 او لقمة 10. الوحيد كرياز اللي هو القديم دوت اهو، اللي في الفواني بتاعت الفرن غير اللي فوق. اي بوتاجاز تلاقي الفواني كلها واحدة. طب انا بعمل ايه؟ بحلها بسلكها، الابره هي فيها سلكه ما فيهاش اي حاجه، وافتح الغاز كده فتحتين على الفاضي يطلع معايا لو في اي حاجه اهو. بركب اهو. بعد ما بركب الشوايه، هنا بقى الشوايه دي واقعه اصلا وخرامها واسع، الخرم بتاع المسمار واسع. هنعمل حاجه برضو كده ايه، حاجه كويسه طالما احنا حالين. بعمل مسمار بصاموله، بنزل المسمار من فوق وبربط ايه المسمار جامد من غير الشوايه. خدوا بالكم بس ايه، من غير الشوايه بعمل سن ثابت، لان اي ميكانيكي غالبا يعني الشوايه بتوعه يحط مسمار بصاموله او يربط. طب انت عايز تحلها بعد كده صعب، لكن الفكره ديت
سهلة جدا. بعمل ايه؟ بركب الشواية اهو بعد ما ربطت جامد، ما بخليش السن طويل نازل واربط الصامولة، لا السن طويل، فجبت صامولة اكبر شوية تركب كده فوق، وبعد كده الصامولة ايه بربطها بايديا بس، بربطها بايديا بس اهي كده اهو لغاية لما السن يقف معايا بس كده بايديا. هي بقت جامدة اهي، محدش يربط بقى بالمفتاح، بقت جامدة اهي. فلما يحب يحلها ولا حاجة بيحل الصامولة وتطلع معاه بكل سهولة. الحتة المتاكلة تحت دي وهنعالجها بحتة صاجة كده حراري، احسن ما تغير القعر كله. الارضية اللي تحت النار دي كويسة مفيهاش حاجة، هي الحتة بس متاكلة مكان ايه مسمار. ادي بنحل الفني في الفرن 10 برضو، وبفتح الغاز كده اهوت، شوف ضغط الغاز عامل ايه، كويس ولا فيه ايه؟ تمام. واسلك برضو الفونيا بالابرة. ربطت الفونيا تاني اهي. طبعا هجيب حتة الصاجة ديت اهي، حتة صاجة بويتها حراري، يعني ممكن هي دي اللي تقعد في الارضية كلها. ثبتها طبعا مسمارين، واحد على اليمين واحد على الشمال، ومسمار في النص اللي ايه ماسورة الفرن اهي. معلش التليفون كان هيفصل معايا في الحتة دي بس، فتلاقيها ضلمة شوية، بس هو مسمار بيثبت ماسورة الفرن بس، يعني مفيهاش اي حاجة. ادي المسمار قدام كده اهو. فاحنا كده حيينا ايه الحتة المتاكلة، عوضناها بحتة صاجة حراري اهو كده ايه. الفرن كده ايه والشواية كده تمام. نرجع بقى للتعديل بتاعنا من فوق، دي اهم حاجة في شغلنا كلها، التعديل اللي احنا هنعمله. انا عامل طبعا التلاتة التانيين، بس انا هوريكم نظام واحدة، والتلاتة التانيين هيبقى نفس القصة. دي مكنة بتفلج وبتعمل شفة للماسورة الماسورة الألمونيا اللي بتركب في البيبة الألمونيا او في العمود الألمونيا اللي انا بعدله. ادي الشفة اهيت اهي، وادي الصامولة اهي. طبعا بركب الصامولة الاول، بعد كده بعمل الشفة. ادي الصامولة اهي، هي بتركب في العمود ده اهو. كل ده طبعا انا بقفله بره، وبعد كده بركبه ايه في البوتاجاز. احط العمود دوت على المنجلة واربط الصامولة حسب عدلة الماسورة اهي، يعني كل ماسورة لها تكسيحة ولها عدلة او كده تمام. بركب الفونيا كده تمام. دي كده على التركيب. طبعا انا عامل الاربعة التانيين كده، التلاتة التانيين كده اهوت ومركبهم، بس انا قلت اعمل لكم واحدة بس ايه نفس القصة. كل واحدة ليها ماسورة رايحة على المحبس. فاضل اللي انا عاملها بس هركبها هنا اهي، تنزل كده اهوت رايحة على المحبس بتاعها. بشبط هنا كده، اربط بقى ايه الاربعة، اشيك على الاربعة ايه كلهم. طبعا انا رابط ماسورة الفرن والشوايه مجربهم خلاص مفهمش حاجة. الاربعة بقى اللي فوق اهو كده تمام. عشان انا بقى اطمن نشوف شغلي صح، دي اهم حاجة، دي بقى اهم حاجة. مجرب كده النار اهو، الاربعة شغالين. اجرب كل ماسورة ماسورة. ادي صامولة اهي 2، وادي التلاتة، وادي الاربعة. دول بالنسبة رايحين المحبس، برضو رايحين الالمونيا، برضو رايحين للعمود الالمونيا، برضو ده اهم حاجة. الحمد لله مفيش حاجة، ده كده تمام اهو. ما هو احيانا ممكن تلاقي الفونيا خرمها معوج يضرب لبره، لان في كام واحدة عملت معايا كده، وغيرت الفونيا وركبتها صح الحمد لله قطعت معايا. انا كده النار كده تمام. اظبط بقى ايه، اثبت دولت على الوش.
يعني بركب الوش على واحدة واحدة عشان تكون في نص الايه الوش اهو. ظبطتهم اهو كده تمام. ثبت بقى انا كل واحدة بمسمارين، ضروري لازم يتثبتوا مسمارين. واجرب برضو تاني عشان ممكن تكون اتهزت مني شمال ويمين، لازم اجرب مرة واتنين وتلاتة. ده اهو كده تمام. ان وانا بربطها بجيبها شمال يمين بتتهز مني، فممكن يحصل تسريب من عند المحبس او من عند العمود الالموني. فانا برضو بجرب تاني قبل ما اقفل الوش، لان الوش هقفله بمسامير زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. بس مسامير هتبقى سهلة في الحل بعد كده، غير النظام القديم انا مثبتها في الصاج، يعني سن صاج ضربتين كده اهوت على المسمار يحل معايا على طول. كده الحمد لله مفيهوش اي حاجة، كده كله تمام. هركب بقى الوش وبخرم كل عين ليها مسمار. طب ليه كل عين ليها مسمار؟ عشان انا ارفعها فوق، العمود ده يترفع فوق على قد ايه الطول المناسب للفلانشة الألمونيا اهو. خليكم بقى كده ملاحظين، بص العمود بيطلع ازاي، بيطلع واحدة واحدة اهو. انا عايزه يطلع لي 2 سنتي كده ولا حاجة على ايه، على الفلانشة الألمونيا اهي. دي لازم تبقى خفيفة وبتتحرك عشان ما تمسكش جامد، وتكون طايلة الفلانشة الألمونيا دي لغاية فوق، لحد فوق يعني. ادي التانية اهي اهو واضحة. وانا بربط كل ما اربط كل ما العمود يطلع معايا لفوق، كل ما بربط يطلع معايا لفوق. اركب الفلانشة ألمونيا برضو اهو كده تمام. الفنيات دي مهمة جدا، الفنيات دي ممكن تعمل شغلك كله تمام وتنسى تعمل الحاجات دي، تلاقيه يضرب من تحت ويهب وتشك في شغلك. لشغلك يبقى مظبوط، بس هو محتاج الايه الحتة الصغيرة دي. ادي العمود اهو كده تمام. وادي الاخراني اهو. يبقى كده 4 مسامير في الوش، واتنين ورا على اليمين واتنين على الشمال. هم دولت مكانهم الاصلي دول اهو. نجرب بقى اهو، بسم الله ما شاء الله. ايه ده، كرياز القديم اهوت، اول حديث نظام الكوباية عملنا له تعديل اهو. لسه بقى الباب. طبعا انا عملت العلامة ديت عشان تبقى سهلة لست البيت. شايفة من بعيد كده العلامة البيضاء دي بسيطة جدا بس سهلة جدا وبتريح وبتخلي الست مطمنة. ليه؟ ومن بعيد كده العلامة السوداء دي، العلامة البيضاء فوق، يبقى كله مطفي، وخاصة بتاع الفرن والشواية. بس انا عامل بقى بتاع الفرن والشواية لونه سيلفر كده، ايه يعني يكون واضح شوية مميز. بتاع الفرن والشواية لان بيفتح شمال ويمين. طبعا المفاتيح ديت بتاعت يونفرس، عشان في صنايعي يقول لي ده مركب مفاتيح يونفرس على كرياز. عادي، طالما الصوبع بتاع المفتاح طويل يشتغل مفيش مشكلة اهو. ادي ال4 عيون علمناهم. نيجي بقى ايه للباب. ادي الباب اهو. طبعا احنا عاملين السوست، تفاصيل الباب دي ليها فيديو لوحده، انا عامل فيديو يعني اللي عايز يعرف تقفيله يعني. ادي السوست اهي. السوست بتجري على مكانها بالظبط من غير اي حاجه، هي عارفه مكانها، بتبات في المجرى بتاعتها. ادي السوست اهي اهي. بشده بيتشد مني كده، سوست عافيه اهي. بسم الله ما شاء الله. ما تنسوش الدعاء لوالدي ووالدتي الله يرحمهم، واي حاجه اكتبوا لي في التعليق واجاوبكم عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.